هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأكارم. هذا صلاح محمد زين يحييكم عبر أثير إذاعة صوت المنتدى في ساعة مساء اليوم الأربعاء 28 من يناير. نوافيكم أولا بالأخبار، ثم نعيد فقرات يوم الأربعاء الماضي لعدم إمكانية بثها من خلال الموجة القصيرة، وذلك لأسباب فنية. إذن بعد نشرة الأخبار تستمعون إلى تعليق تحت عنوان حديث إفك العصابة، ثم يأتينا الزميل يوسف بوليسي بخاطرة عن قائد وشهيد عملية فورتو البطولية، يليها وقفات سريعة على تفاعل وتجاوب الجماهير الإريترية في المهجر مع حركة 21 يناير المجيدة بعيد وقوعها في العام 2013. قليونا بصحراء قلنا بوقيانوس نما عمق بحري نقدر أمورا عصان وكو حامد دبي سسأنو قبلي دايمو دايمو مزعل مزي أمو أيتخالن كوينو زسك صوت المنتدى. في نشرة ساعة اليوم
ازدياد وتيرة الرفض الشعبي الجريء لحملات التدريب العسكري لكبار السن. مخاوف النظام الأمني تفاقم من أوضاعه الداخلية المتردية. اعتقال ود لقس المعروف باستثماره لأراضي زراعية مغتصبة. إلى التفاصيل. أفادت مصادر صوت المنتدى في إقليم القاش سيتيت بأن سلطات أمن النظام قد ألقت القبض في الأسبوع الماضي على المدعو ود لقس وأوضعته سجن بريما كانتري بمدينة بارنتو. هذا وقد ظل ود لقس منذ التسعينيات من القرن الماضي يستثمر أموال الحزب وبعض كبار ضباط الجيش في مشاريع زراعية على أراضٍ شاسعة اغتصبها النظام من أصحابها في ضواحي مدينة تسني وعتشبول، حيث بدأ نشاطه الزراعي بسلفة قدرت ب100 مليون نقفة وأيدي عاملة مجانية سخرت له طوال العقدين الماضيين من أفراد ما يسمى بالخدمة الوطنية كعمال سخرة. وتعود أسباب اعتقال ود لقس حسب مصدر عسكري مسؤول بالمنطقة إلى صراع النفوذ المتفاقم بين العميد تخلمنجوس والفريق فيلبوس. فقد طلب من ود لقس حصر أمواله ومعداته وآلياته الزراعية لتقييمها وتسديد مديونيته البالغة 400 مليون نقفة هي قيمة السلفة زائد أرباحها التي وصلت إلى 3 أضعاف المبلغ الأصل 100 مليون. من جهته ادعى ود لقس بأنه صرف 160 مليون نقفة في شكل هدايا ورشا لحكام وكبار ضباط الجيش الذين تعاقبوا على الإقليم، ولمسؤول الحركة الإثيوبية المعروفة بدمحيت والذي اغتيل على يد جندي إريتري في العام 2008. إلى ذلك تم تكليف لجنة من العسكريين لحصر أموال وأصول وممتلكات ود لقس وتحديد مصيره. شرع فريق التحقيق التابع للجنة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا بمقابلة الإريتريين بالمملكة المتحدة والاستماع إلى شكاويهم وأخذ شهاداتهم على انتهاكات وجرائم ارتكبت في حقهم أو في حق مواطنيهم داخل إريتريا. وكان فريق المحققين قد وصل إلى المملكة المتحدة في الأسبوع الماضي واستهل مقابلاته بمدينتي ليدز ومانشستر في شمال إنجلترا، حيث التقى بعدد من أفراد الجالية الإريترية المتواجدين هناك. كما وصل مساء الجمعة الماضية لنفس الغرض فريق آخر إلى مدينة لندن واستهل زيارته باجتماع مع ممثلي ائتلاف المنظمات الحقوقية الإريترية الذي يتكون من منظمة مواطنون من أجل الحقوق الديمقراطية في إريتريا، منظمة سويرا لحقوق الإنسان، منظمة إريتريون للحقوق الإنسانية والديمقراطية، ومنظمة ريليز إريتريا. والجدير بالذكر أن الائتلاف ظل يقوم في الفترة التي سبقت زيارة اللجنة بالتنسيق معها بنشاطات تهدف إلى تعريف الجالية الإريترية في المملكة المتحدة بأهداف وعمل اللجنة، ويشجع الإريتريين بالمبادرة في إعطاء شهادات أو معلومات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. ومن ناحية أخرى وصل أعضاء لجنة التحقيق يوم أمس الثلاثاء إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية تستمر حتى 31 من الشهر الجاري، قبل أن يتوجهوا إلى كل من السويد وإثيوبيا وجيبوتي وأماكن أخرى. كما أنه ومن المقرر أن تزور اللجنة إريتريا، إلا أنه لم يتأكد بعد حصولهم على موافقة أو رفض الحكومة الإريترية. كما لم يتأكد بعد إمكانية زيارتهم إلى السودان، حيث يوجد عدد كبير من الإريتريين، وذلك أيضا بسبب عدم حصولهم حتى الساعة على رد الحكومة السودانية لطلب الزيارة. أفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى في داخل البلاد أن النظام الذي ينهمك حاليا في التحضير لاحتفالات اليوبيل الفضي لعملية فنق البطولية تحتل الهواجس الأمنية حيزا معتبرا في تأمين فعاليات احتفالاته بهذه المناسبة، حيث يقوم مسؤولو الأجهزة الأمنية بعقد اجتماعات متواصلة بالتنسيق مع مسؤولي إدارة إقليم شمال البحر الأحمر للحد من خطورة المهددات الأمنية التي تواجهه في هذه المرحلة الحاسمة من عمره. وفي هذا الصدد أقام النظام نقاط تفتيش على طريقي سلمونة وقحتيلاي، وابتعث 250 فردا من الشرطة الإريترية من العاصمة أسمرة إلى مصوع. كما كلف لواء تم تكوينه حديثا لهذا الغرض من قوات الدفاع الإريترية وقوات الجيش الشعبي المتواجدة بمنطقة فرو بمهام أمنية في مدينة مصوع. من جهة أخرى
قام أبطال من نشطاء التغيير بالداخل في 20 من يناير الجاري ببعث رسائل تحذيرية إلى مسؤولي إقليم البحر الأحمر ومسؤولي الأجهزة الأمنية بالإقليم، يذكرونهم بأن المرحلة تتطلب أن يتوقفوا عن خدمة رئيس النظام ووقف عملية القمع والاضطهاد والاستبداد التي تمارس ضد شعبنا. وحسب مصادرنا أن هذه الرسائل أدخلت الرعب والهلع في أوساط مسؤولي النظام، مما دفع بإدارة الإقليم إلى اتخاذ إجراءات إضافية، حيث شوهدت حاكمة الإقليم زغريدا والدقرقيس مسحوبة ب2 من الحراس في كل جولاتها بالمدينة. كما دعت يوم الجمعة الماضية 23 من هذا الشهر إلى اجتماع طارئ للحديث عن هذه الرسائل التحذيرية، وعبرت عن مخاوفها الأمنية ودعت الجهات المسؤولة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة أي طارئ. مواصلة لممارساته القمعية التي تهدف إلى إدخال الخوف والرعب بين أوساط المواطنين بهدف استمراره على سدة الحكم، قام نظام أسمرة في 17 من الشهر الجاري بمحاولة تفتيش والدهم في بلدات مايشغل وأنتوري بحثا عن أفراد الجيش الشعبي الذين لم يلتحقوا بالتدريب العسكري المزعوم. إلا أن تصدي المواطنين بشكل عام وأفراد الجيش الشعبي الرافضين للتدريب العسكري الإجباري بشكل خاص لعناصر النظام اضطرها إلى مغادرة البلدتين دون تحقيق ما جاءت إليه. وفي نبأ ذي صلة قالت مصادرنا من الإقليم الجنوبي بأن تصدي المواطنين لحملة التدريب العسكري الإجبارية التي يجريها النظام انتقلت إلى بلدتي مايديما وسرحة، وذلك حينما تصدى المواطنون لعناصر النظام التي حاولت اقتياد أفراد الجيش الشعبي عنوة إلى معسكرات التدريب، مما أدى ذلك إلى مناوشات مسلحة اضطرت النظام إلى سحب وحداته القمعية فورا. وفي اليوم التالي قامت إدارة البلدتين بمحاولة إقناع أفراد الجيش الشعبي بتسليم أسلحتهم والامتثال للأوامر، إلا أنهم رفضوا طلب الإدارة وتشبثوا بمواقفهم الرافضة لفكرة التسليم أو التدريب العسكري. وفي محاولة من النظام لقمع مظاهر الحراك الشعبي في البلدتين، قام في 21 من الشهر الجاري بمداهمة البلدتين في أوقات متأخرة من الليل، والتحمت القوى المداهمة بأفراد الجيش الشعبي الذين تصدوا لها بحزم وقوة. وأثناء إطلاق النيران التي أكدت مصادرنا بأنها كانت كثيفة واستمرت لساعات طويلة، قتلت إحدى الأمهات ونزحت أعداد كبيرة من سكان البلدتين إلى المناطق المجاورة. وقالت مصادرنا بأن الحراك الشعبي المناهض لسياسات النظام الذي بدأ يأخذ شكل الرفض المسلح وانتشاره بسرعة في مختلف بقاع الوطن أصبح يشكل هاجسا يؤرق مضاجع النظام الذي بدأ ينتابه الخوف من تطوره إلى مقاومة منظمة. من ناحية أخرى قالت مصادرنا في مقر وزارة الدفاع الإريترية بمنطقة بلزة أن الرفض الشعبي للتدريب العسكري القسري التحم بوحدات قوات الدفاع الإريترية التي بدأ أفرادها يطالبون قادتهم بتفسير واضح حول أهمية عسكرة آبائهم تاركين أسرهم دون عائل أو معيل، ولأن استفساراتهم لم تجد أجوبة مقنعة من قبل قادتهم الذين تؤكد المصادر تعاطفهم مع مطالب أفراد وحداتهم الشرعية، بدأ الجنود يلجؤون إلى الهروب من وحداتهم والعودة إلى مناطقهم بشكل فردي وجماعي. ونتيجة لذلك فقد أصبحت قضية التأهيل والهروب الكبير من الوحدات العسكرية من أحلك القضايا التي تكتز بها تقارير وملفات وزارة الدفاع الإريترية. وأوضحت المصادر أن مظاهر المقاومة الداخلية والحراك الشعبي المتنامي أصبحا يشكلان هاجسا يؤرق أركان النظام في الوقت الراهن، خاصة الحراك الذي تشهده البلاد بين أفراد قوات الدفاع الإريترية والجيش الشعبي، والذي سيسهم في الإسراع بإحداث التغيير المطلوب في أقرب الآجال. نهاية النشر. كاينا ودي علي قال كيدانا لنا زي ساعة زي بلي ودي علي جقنا بس انا يفرتو مثل صغري بايونا وساعات حتو رعديتي خيرنا شفت بيتو فعبت آتي وخمزة زراقتو ودعالي جغنانا ويطلو
تنيتي غالب أنت درابيتو ما فورتو جاي عمرو حوين تانكي راديو خزار بات لسانا يحكي أي حمد وشت مع انطاعتكي عندي بيه ولا انك تحزن كتبكي أي حمد وشت مع انطاعتكي حديث عصابة الإفك. مستمعي الأكارم، ونحن في أجواء الذكرى الثانية لانتفاضة 21 من يناير الظافرة، نرسل لكم عبر الأثير تحايا الثورة والصمود، وعبركم نحيي ذكرى شهداء فورتو، ونمجد صمود المعتقلين الذين زلزلوا قلاع الظلم بعمليتهم الجسورة تلك، والتي تأخذ أهميتها ليس فقط من كونها عملية غير مسبوقة، بل لكونها عملية فاتحة ستتلوها عمليات أخرى ناجحة، ويصبح احتفالنا أكثر واقعية بمواصلتنا لمسيرة العطاء والسير قدما على خطى الأبطال. ونود أن نشير إلى أن عملية فورتو في 2013 مثلها مثل غيرها من العمليات البطولية تعرضت لمحاولات التشويه والزج بها في أطر أضيق مما هدفت إليه، لكن في البداية والنهاية لا يصح إلا الصحيح، وستظل التفاصيل متروكة للتاريخ وللشعب الصامد. لكن الحالة التي أنتجتها أحداث فورتو أضحت واقع لا يمكن تجاوزه، بل شكلت معطى جديد في الفعل السياسي الإريتري، وليس خفيا على المتابعين أن ما حدث فيها هو جزء من حراك لم يكتمل لأسباب كثيرة، لكن الأهم هو أن من كانوا في فورتو هم أكثر ممن طالتهم يد البطش بكثير، وأن القطاعات التي ستنتج التغيير لم تزل في كامل عافيتها. ومعلوم أن محاولات التزييف لن تغبش الرؤية أمام الجماهير، وليس جديدا على الطغمة الحاكمة أن تعمل على تجير الواقع بألوان مضللة، فعلت ذلك في الماضي ولم تزل في فعلها المفضوح مستمرة. في السطور التالية حلقة جديدة من سلسلة حديث الإفك الذي خبرته حكومة أفورقي وأدمنته، وظلت تمارسه في مختلف المواقف والمناسبات، استثمرت فيه حتى الأحزان، وحولت الرفاق إلى مادة للاستفادة منها ثم رميها. شهدت الأيام والشهور القليلة الماضية سلسلة من الأحداث المحزنة المتمثلة في حوادث مات فيها الكثيرون من الشباب والأطفال الإريتريين أثناء رحلاتهم هربا من البلد الطارد، وكذلك تصادف أن حدثت وفاة عدد من رموز العمل الوطني الإريتري وقادة الفعل النضالي وأعيان المجتمع الإريتري في الداخل والمهجر. وسط تلك الأجواء الحزينة ظل السؤال الدائم والشاخص بقوة، وهو: لم لا يحظى هذا الرهط الموقر بالتكريم كما جرت العادة في كل الدول التي تعتد برعاياها وتحترم تاريخها وتوقر قادتها بغض النظر عن مواقفهم السياسية؟ لم لا تعمل حكومة أفورقي على أن تتابع قضية ضحايا حوادث الغرق وتجارة الأعضاء البشرية وضحايا عمليات الإتجار بالبشر والقرصنة الجديدة؟ لما ركنت الحكومة إلى رفض دخول جثمان قائد أو مناضل بسبب أنه أصبح يعارضها في السنوات الأخيرة من حياته؟ ولماذا أصبحت أرض المهجر معاش ثم مدفن لأولئك الصادقين؟ أليس حريا بأي حكومة وطنية أن تطالب بدفن الراحلين من أبناء وطنها في تراب الوطن؟ ناهيك عن سعيها وتتبعها للقضايا ذات الصلة
مثل حالة الشاب الشهيد خالد إدريس بحراي الذي لقي مصرعه بيد متطرفين في مدينة دريسدن الألمانية مؤخرا. ألا تستحق كل هذه الأحداث أن يتم تناولها في وسائل الإعلام المحلية والرسمية كخطوة تدخل في سياق أضعف الإيمان؟ كل ذلك يقودنا إلى أسئلة أخرى حول كيف يتعامل القادة الحزب الحاكم مع موت رفاقهم هم، وكيف يحولون الأحداث المأساوية إلى سبب للكسب السياسي، ولما يعتقد الرئيس ورهطه أن جموع الجماهير مغيبة ولا تدري حقيقة الأحداث. كلها أسئلة يفرضها واقع التعامل والإعلان عن وفاة أي كبير من كبار المسؤولين في دولة العجائب. يقال في المأثورات: إن لم تستحي فافعل ما تشاء. هذا هو واقع الحال في إريتريا. لاحظ جميع المراقبون والمهتمون مغالاة حكام أسمر في إبداء الحزن على الراحلين من زملائهم من القادة والمسؤولين، في الوقت الذي يدرك الجميع ما كان بينهم من خلافات. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، في ظهيرة يوم السبت الموافق 17 من يناير الجاري تم تشييع جثمان العميد قبر هيوتزا مكيئيل المعروف بودلكي. ولاحظ الحاضرون لمراسم الدفن أن الفريق فيلبوس ولد يوهنس حرص على قراءة السيرة الذاتية للراحل، في إشارة واضحة إلى أنه كان قريب منه، أو أن ما بينهم من علاقات ودية تحتم عليه أن يتلو كلمات في وداعه بصفته الشخصية والعملية. كما لوحظ أيضا أن صحيفة حداث إريتريا الصادرة صباح الاثنين 19 من يناير قد أفردت مساحة واسعة في الصفحة الأولى من طبعتها لتأبين العميد الراحل، ووضعت صورة كبيرة لأفورقي أثناء مراسم الدفن، الذي وكما هو معتاد حضره الكثيرون من المواطنين والرسميين. حتى هنا يبدو الأمر طبيعيا وعاديا، لكن ما يجعله غير طبيعي ومخالف للعادة هو أن الجميع أيضا يعرفون أن العميد ودلكي كان موقوف من العمل لفترة تجاوزت الشهور 6 بأوامر من الفريق فيلبوس نفسه، وسبق أن حدثت بينهما مشادات كلامية انتهت بأن أجلس العميد والدلقي في منزله، وأوكلت مهمة متابعة الجيش الشعبي إلى العقيد أمانويل أرأيا. كما لم تكترث وزارة الدفاع للطلب المتكرر من أسرة العميد قبر هيوتلكي والخاص بضرورة نقله لتلقي العلاج بالخارج. اليوم وبعد أن أصبح في عداد الأموات يأتي الرئيس ليضع أكليل من الزهور على مرقده في مقابر الشهداء، ويقوم الفريق فيلبوس بتلاوة مآثر الراحل وسيرته البطولية وروحه الرفاقية وتفانيه والتزامه التنظيمي وإلى آخره من المواويل التي تتكرر عند تشييع كل الراحلين، دون أن يلتفت أحد إلى ما كانت عليه حالتهم قبل أن يكونوا في قيد الأموات. هذا إذا تركنا جانبا الأسباب المؤدية لوفاتهم باعتبارها موضوعا متشابكا وفي حاجة لمزيد من تقصي الحقائق. في منتصف العام 2014 المنصرم، وعند تشييع 3 من القادة العسكريين وفيما يعرف بساحة مقابر الشهداء بأسمرة، فوجئ الجميع أثناء قراءة السيرة الذاتية للعميد أمانويل هنجما أنه كان قد تم تعيينه كحاكم للإقليم ما يسمى بالقاشبركة. هذا التعيين أو التكليف لم يسمع به العميد هنجما بالطبع، لكنه أثار تهكم الحضور. قبل ذلك بأسابيع ليست ببعيدة عين اللواء غريزكير عند ماريام كقائد لهيئة الأركان العسكرية وهو طريح الفراش في رقدته الأخيرة، وشويع جثمانه وتليت سيرته الذاتية بصفة أنه قائد لهيئة الأركان التي لم يسمع بها أيضا. في نهاية الأسبوع الأول من يناير الجاري توفي في السجن المقدم غريزكير أسملاش مدير مؤسسة سمبل للصناعات الخشبية والحديدية بعد اعتقال دام 5 أشهر، ولأن أمر اعتقاله كان معروفا للجميع لم يتسنى لبطانة الرئيس فبركة أي صفة جديدة له سوى أنهم أضافوا عبارة: وكان الفقيد قد تلقى العناية الطبية اللازمة، في إشارة إلى أن الحكومة لم تقصر في أداء واجباتها تجاهه. ثم لوحظ أيضا
غياب كبار المسؤولين عن مراسم الدفن بعد أن رفضوا تسليم الجثمان لذويه إلا قبل موعد الدفن بلحظات. ورغم ذلك كان موكب التشييع الشعبي مهيب ولافت، ويمكن أن يعتبر استفتاء علني لمشاعر الجماهير. في ظل هذا الواقع والفعل اللا أخلاقي من قبل زمرة الحزب الحاكم حتى مع زملائهم، يصبح من المستحيلات التأمل في أن يجد قادة العمل الإريتري المعارض أي تكريم لهم بعد الوفاة في المهجر. والأمثلة كثيرة، وكذا الحال بالنسبة لأي إريتري لاقى ما يلاقي من مصير في رحلة البحث عن موطن آمن. فمن لم يعش في بلده عزيزا مكرما بسبب رؤاه وتوجهاته السياسية وانحيازه لقضايا شعبه لن يجد هذا التكريم بعد مماته، ولا يرجوه من عصبة الإفك وقائدها المعتوه. إذن ليس من مجال سوى المزيد من النضال من أجل الانعتاق الكامل، ومن أجل ترسيخ دولة للجميع تحفظ حقوق الأحياء وتحترم حرمة الأموات. المجد والخلود لشهداء فورتو، الحرية للمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، التوقير والاحترام لشعبنا الأبي أينما وجد. جقنا ودي جقنا فأنت فقرها قلبه زكاة صلو انت ذي حزك ايو بلازلو ويلي خاب لحلي تشكحللو ويلي خاب لحلي تشكحللو مرت عدايك اندايك تتلل صنع حزبينا خاطف الفل محلا زي تلم امان سقي سني عزمك تزارستي سني عزمك تزارستي دحري زي دمك مسان كدير سو زي دين المسلمتين يدو زرقح وهابي بخحله يريت ناس وليد ابوين يريت ناس وليد ابوين ولا حوي يريت ناس وليد ابوين. سعيد حجاي، يناير كفى وكفى. في فضاء هذا الوطن الذي خضب بدماء زكية ولد هذا الإنسان يشدو المسير على التفاف الأزقة، منعرجات، منحدرات، مغالق، ومن ثم منزلقات حادة. عقود كثيرة طويلة لم يغب عنها الأمل، ولادة كان حملها ثقيلا بل مهولا، وكأن التراب الريان لا يمل انتظار مفاجأة البزوق الجميل، الشروق، الحرية. وقيل حينها واكتمل الشروق، ولم يكن أبدا كاملا. فالبراعم في بلادي وهي تحتمي بالظل البليل في ذاك الصباح لم تكن تدري أن الشمس في سمائنا ستراقب الإطلالة الأولى بحجب. لم تكن تلك الشمس منصفة وهي تحتجب قبل الشروق، والبراعم تسيح
فوق الأصائص غير منعمة بالأحضان، بين أراضينا وسماء كانت لنا ذات صباح، كان لنا أيضا حلم، تسلل هذا الحلم بعيدا قصيا وحجب عن براعمنا الشدو. اغتالنا الحلم أم اغتلناه لا أدري، فأصبحت عيوننا مفتوحة على حواشي الوسادة، نخشى إغلاقها ليلا خوفا من الكابوس، وزوار الليل لا يملون من كسر الأبواب وهتك الأعراض. أسرنا الهروب إلى الخلف نسترجع الأيام الخوالي، أو انزوينا في زاوية قصية تضيق مساحتها كلما تقصينا آثار الانكسار الكبير. أوليس من حقنا أن نحلم؟ ألا نخاف الاغتيال الأبدي؟ ألا نحلع من الليل وطول ظلامه الدامس؟ بل علينا أن نحلم من جديد، فليلنا الطويل لا ينجلي إلا بالشروق الحقيقي للشمس. فلنحلم من جديد، لأن الوجع وطن ينكسر، وطن يسبى، فلتسقط الأقنعة كل الأقنعة، فلنكن نحن كما كنا نحن، رايتنا كفى كفى وكفى. أجل كفانا ظلما واضطهادا، فنحن كنا كما أردنا أن نكون، والآن أيضا فلنكن كما نريد أن نكون، لكي نسبح في فضاءات الحرية، الكرامة والمساواة. قالها الذي ارتقى كالسدر في انسيابه في مثل هذا اليوم قبل عامين. لم يخشى المزالق ولم ينحني للحواجز العوارض. كان حجاي ود علي وأبواب الخلد تفتح له شراعيها لرحاب الخلد. كان سعيدا كالسيل، كان هادرا، لكنه مضى في هدوء، فكان كما أراد أن يكون. قمرا كان في هذا الظلام الدامس، ولن يمتحق هذا القمر أبدا. فلنشرع القلوب لالتقاط حنين الرياح لأول كلمة كفى، وحينها سوف تكيل لنا الحياة في كل خطوة نسقا جديدا، وسوف نمتح من حصن السماء إطلالة ندية. ليلنا لا يحتمل العويل، فالعويل سهم لا يصيب سوى العثرات، والصمت أجل الصمت زيف آخر. فلنكن كما أراد لنا ود علي أن نكون، فاختياره استبعث خيارنا، شحنه شحنا. ولنهتف للوطن ولا شيء سوى الوطن، ولنهتف للحرية المصبوغة باللون الأحمر، فقلب الأرض يبتهل. ولنسعى للغفران علنا أغضمنا السماء بذاك العويل، فالغياب يذبح الوطن بسكينة صدئة. كفى وكفى. جقنا ودي جقنا فعن تغى فخرها قلبو زكاة صلو انت ذي حزكايو بلازلو ويلي خاب لحلي تشكحلو ويلي خاب لحلي تشكحلو
مرت عدايك ندايك تدلل صنع حزبينا خاطف محلا زي تلم امان سقي سني عزمك تزارستي سني عزمك تزارستي دحري زي تمت مسان كدير سو زي دين المسلمتين يدو زرقح وهابي بخعله يريت يا ناس وليد ابوه يريت يا ناس وليد ابوه تقول حوي يريت يا ناس وليد ابوه ابو نسيبين خدتين خدت الصراحه ابو نسيبين خدتين خدت الصراحه ما قلب حدير جقنا ودي جقنا بعنتبو بقرها قرلبو زكاتلو انت زحك يا بلدو ويل خاف لحليم وتشكح له ودايه زبين السنه اللي نظل خليها مرت عدايك ندايك تدلل صنف حزبينا خاطف الفل محلا زي تلم امان سقي ساني فوز مكت نزارستي ونايه زبين السنه اللي نظل خليها ابو نسيبين خدمين خدم بصام ما قلب حدير مسوسبي ابو نسيبين خدمين خدم بصام ما قلب حدير مسوسبي بحري زي تمت مسان كدير سو زي تنين مسلمته ايدو زرقح وهاب بقعبه اريترا ناس وليد ابونا ونايه زبيه السنه اللي نظل خليها مرت عدايك ندايك تدلل صنع حزبينا خاطف الفل محلا زي تلم امان سقي ساني عوز مكت نزارستي ودايه زبيه السنه اللي نظل خليها ابو نسيفي خدتين خدم بسام ما قلب حدير مسوسبي ابو نسيفي خدتين خدم بسام ما قلب حدير مسوسبي جقنا ودي جقنا بعنتبو فقرها قرلبو زكاتلو انت زحك يا بلدو ويل خاف لعليك وتشكح له ونايه زبين السنه اللي نظل خليها مرت عدايك ندايك تدلل صنع حزبينا خاطف الفل محلا زي تلم امان سقي ساني عوز مكت نزارستي ونايه زبين السنه اللي نظل خليها السنه اللي نظل خليها وحتى قاعد الفاضل تقيني والدحل المرت السنة اللي عبد الله خليك بسنعتك قرب من سعيد سأريتنا تيتحري
تمر الزري معها تفري تسبح انت بو ملاك بك تحس السلمي يوم خمس مالي اميني اميني ملت معها حيدس اميني اميني ملت معها حيدس السنة اللي عبد خليها بسقعتك ورب مسائها زأريت رانا بيت حريم أمر الزري نعاقات فري يصبح انت بو أنت ملاك تحاسس سلمي ومخافت مالي أميني أميني نعاقا حيدس أميني أميني مرت نعاقا حيدس السنة اللي عبد خليها بسنعتك ورب مسائها إريترانا بيت حري أمر الزري نعاقا تفري يصبح انت بو أنت ملاك تحاسس سلمي يوم خمس مالي أميني أميني نعاقا حيدس أميني أميني مرت نعاقا حيدس أميني مرت نعاقا حيدس أميني مرت نعاقا حيدس أميني مرت نعاقا حيدس زي شفرتوش عرنتيو شفرتوش عرنتيو شفرتوش دعواتيو شفرتوش دعواتيو شفرتوش دعواتيو ودع لي مساتها غنتو اكنن ادري لنا اسركاهم كتن إنا في زناب إنا في زناب إنا في زناب المجد ودعلي المجد وتعالي المجد ودعلي المجد وتعالي العار لسياس العار لسياس العار لسياس العار لسياس المجد ودعلي المجد وتعالي العار لسياس العار لسياس نعم نعم للحرية نعم نعم للحرية لا لا للعبودية لا لا للعبودية نعم نعم للحرية نعم نعم للحرية Isaias must to go Isaias must go Isaias must to go Isaias must go Dictator must to go Dictator must go Isaias must to go Isaias must go Dictator must to go Dictator must go أحيي جميع القائمين على هذه الفعالية اليوم إحياء لذكرى 21 يناير ذكرى فورتو المجيدة التي أحيت في قلوب جميع فئات المجتمع الإريتري شعلة الأمل وشعلة الدافع للتغيير، وأن التغيير قادم لا محال طالما هناك بيننا أمثال ودعلي، وإن شاء الله نحن التغيير قادم قريب إن شاء الله. النصر للشعب النصر للشعب النصر للشعب النصر للشعب الخزي لسياس الخزي لسياس الخزي لسياس الخزي لسياس العار لسياس العار لسياس العار لسياس العار لسياس النصر للشعب النصر للشعب المجد والدعلي المجد والدعلي المجد والدعلي المجد والدعلي المجد للشهداء المجد للشهداء الحرية للأسرى الحرية للأسرى الحرية للأسرى الحرية للشعب الإريتري عطران عدد الريح عطرة عصر فلسة عدد الريران أبورتو قلقودة جنسي حارتنا تبوينا نايدة حارتانا نهزو عالم نكالة حملنا زيرومي أم إرتراس قبر زولو لوتي أكال لوتو خوينا بسوهم كونا لنا London used to find the Eritrean embassy.
We occupied successful occupation of the embassy by Eritrean News in London. Taking over the president picture. ناسك حساب نحن نخبرنا ناسنا حساب تخبرون لك برافو انا قلت ابو غير حساب دك سبات يسرقيت زله حسابهم فلز غلصوا اب غدغاد اتي مالو نحن نعومنا نزارب زلنا Down, dictator! Isaias Farishi! 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 Yes to the rule of law! Yes to the rule of law! اخرج يا جمال! اخرج يا جمال! Dictator must go! Dictator must go! We support! Our troops! We support! Our troops! We demand! Democracy! ارحل يا سياس كاوشتي المتقدمي ملغتي حجي بقى تتاقنبوا لكم يا حساريا بن جلاسيتيا قبل تحدي قبل الحالة بيوت كنكفل بلوات لنا نشغاتكم تترنيفكم زي سمعي هزبي كتسمعون تترنيفكم اوياتكم كتسمعون بخبري يقدموكم نادي سياس نعم للديمقراطية نعم للدستور نعم للعدالة لا للديكتاتورية أما جرّتا ناي فورتو خاني تاريخ نايبو إبراهيم سلطان تاريخ نايبو ولد عاب ولد مريم تاريخ نعبد القادر كبيرا كنذكر لنا نحن سلام اسنت رحوان حزبك الساحن انتقال مجلد عدقنا لنا إسلام كريستيان إينا فون بولهم نقوم كفل علينا الزليل أي كل كفل علينا كبرين مثلا كتركب داركي حرارة تكبر كتمهر سلام كسانة تركب نبعث أبديتاتنا غنحبس أجوهم فرطو أجوهم بالله أجوهم بالله فرطو نحنا أصلا ما يدبن كسانا يدبن هواتنا سمعوا هواتنا أشتمون أسين بكي تقونوا بجهاتكم أين صالة لي أجوهم علي أين صالة لي Hey you! Respect your charter! نعنا متعات سكنات إسرائيل Justice! We demand democracy! Now sovereign! Viva Porto! Viva Porto! Viva Porto! Viva Porto! Viva Porto! Viva Porto! Down dictator! Down Isaias! نتي كم مقدسة نتي ثم عتاد سراوت إيرترا أب فورتوز جبر و سرعين مقدسة نتينا هنقبل زلنا. In accordance with the people of Eritrea and the brave units of the Eritrean Defense Forces who raided the Ministry of Information last Monday, we demand the immediate resignation of dictator Isaias Afwerki and the immediate release of all political prisoners and also the immediate implementation of Eritrea's constitution.
أبعد رغا ألنا ود علي أبعد رغا أبجقن النزكا ألنا. صوت المنتدى. في نشرة ساعة اليوم: ازدياد وتيرة الرفض الشعبي الجريء لحملات التدريب العسكري لكبار السن. مخاوف النظام الأمني تفاقم من أوضاعه الداخلية المتردية. اعتقال ود لقس المعروف باستثماره لأراضي زراعية مغتصبة. إلى التفاصيل. أفادت مصادر صوت المنتدى في إقليم القاش سيتيت بأن سلطات أمن النظام قد ألقت القبض في الأسبوع الماضي على المدعو ود لقس وأوضعته سجن بريما كانتري بمدينة بارنتو. هذا وقد ظل ود لقس منذ التسعينيات من القرن الماضي يستثمر أموال الحزب وبعض كبار ضباط الجيش في مشاريع زراعية على أراضٍ شاسعة اغتصبها النظام من أصحابها في ضواحي مدينة تسني وعتشبول، حيث بدأ نشاطه الزراعي بسلفة قدرت ب100 مليون نقفة، وأيدي عاملة مجانية سخرت له طوال العقدين الماضيين من أفراد ما يسمى بالخدمة الوطنية كعمال سخرة. وتعود أسباب اعتقال ود لقس حسب مصدر عسكري مسؤول بالمنطقة إلى صراع النفوذ المتفاقم بين العميد تخلمنجوس والفريق فيلبوس. فقد طلب من ود لقس حصر أمواله ومعداته وآلياته الزراعية لتقييمها وتسديد مديونيته البالغة 400 مليون نقفة، هي قيمة السلفة زائد أرباحها التي وصلت إلى 3 أضعاف المبلغ الأصل 100 مليون. من جهته ادعى ود لقس بأنه صرف 160 مليون نقفة في شكل هدايا ورشا لحكام وكبار ضباط الجيش الذين تعاقبوا على الإقليم، ولمسؤول الحركة الإثيوبية المعروفة بدمحيت، والذي اغتيل على يد جندي إريتري في العام 2008. إلى ذلك تم تكليف لجنة من العسكريين لحصر أموال وأصول وممتلكات ود لقس وتحديد مصيره. شرع فريق التحقيق التابع للجنة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا بمقابلة الإريتريين بالمملكة المتحدة والاستماع إلى شكاويهم وأخذ شهاداتهم على انتهاكات وجرائم ارتكبت في حقهم أو في حق مواطنيهم داخل إريتريا. وكان فريق المحققين قد وصل إلى المملكة المتحدة في الأسبوع الماضي واستهل مقابلاته بمدينتي ليدز ومانشستر في شمال إنجلترا، حيث التقى بعدد من أفراد الجالية الإريترية المتواجدين هناك. كما وصل مساء الجمعة الماضية لنفس الغرض فريق آخر إلى مدينة لندن واستهل زيارته باجتماع مع ممثلي ائتلاف المنظمات الحقوقية الإريترية الذي يتكون من منظمة مواطنون من أجل الحقوق الديمقراطية في إريتريا، منظمة سويرا لحقوق الإنسان، منظمة إريتريون للحقوق الإنسانية والديمقراطية، ومنظمة ريليز إريتريا. والجدير بالذكر أن الائتلاف ظل يقوم في الفترة التي سبقت زيارة اللجنة بالتنسيق معها بنشاطات تهدف إلى تعريف الجالية الإريترية في المملكة المتحدة بأهداف وعمل اللجنة، ويشجع الإريتريين بالمبادرة في إعطاء شهادات أو معلومات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. ومن ناحية أخرى وصل أعضاء لجنة التحقيق يوم أمس الثلاثاء إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية تستمر حتى 31 من الشهر الجاري، قبل أن يتوجهوا إلى كل من السويد وإثيوبيا وجيبوتي وأماكن أخرى. كما أنه ومن المقرر أن تزور اللجنة إريتريا، إلا أنه لم يتأكد بعد حصولهم على موافقة أو رفض الحكومة الإريترية. كما لم يتأكد بعد إمكانية زيارتهم إلى السودان، حيث يوجد عدد كبير من الإريتريين، وذلك أيضا بسبب عدم حصولهم حتى الساعة على رد الحكومة السودانية لطلب الزيارة. أفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى في داخل البلاد أن النظام الذي ينهمك حاليا في التحضير لاحتفالات اليوبيل الفضي لعملية فنقل البطولية تحتل الهواجس الأمنية حيزا معتبرا في تأمين فعاليات احتفالاته بهذه المناسبة، حيث يقوم مسؤولو الأجهزة الأمنية بعقد اجتماعات متواصلة بالتنسيق مع مسؤولي إدارة إقليم شمال البحر الأحمر للحد من خطورة المهددات الأمنية التي تواجهه في هذه المرحلة الحاسمة من عمره.
وفي هذا الصدد أقام النظام نقاط تفتيش على طريقي سلمونة وقحتيلاي، وابتعث 250 فردا من الشرطة الإريترية من العاصمة أسمرة إلى مصوع، كما كلف لواء تم تكوينه حديثا لهذا الغرض من قوات الدفاع الإريترية وقوات الجيش الشعبي المتواجدة لمنطقة فرو بمهام أمنية في مدينة مصوع. من جهة أخرى قام أبطال من نشطاء التغيير بالداخل في 20 من يناير الجاري ببعث رسائل تحذيرية إلى مسؤولي إقليم البحر الأحمر ومسؤولي الأجهزة الأمنية بالإقليم، يذكرونهم بأن المرحلة تتطلب أن يتوقفوا عن خدمة رئيس النظام ووقف عملية القمع والاضطهاد والاستبداد التي تمارس ضد شعبنا. وحسب مصادرنا أن هذه الرسائل أدخلت الرعب والهلع في أوساط مسؤولي النظام، مما دفع بإدارة الإقليم إلى اتخاذ إجراءات إضافية، حيث شوهدت حاكمة الإقليم سقريدا والدقرقيس مسحوبة باثنين من الحراس في كل جولاتها بالمدينة. كما دعت يوم الجمعة الماضية 23 من هذا الشهر إلى اجتماع طارئ للحديث عن هذه الرسائل التحذيرية، وعبرت عن مخاوفها الأمنية ودعت الجهات المسؤولة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة أي طارئ. مواصلة لممارساته القمعية التي تهدف إلى إدخال الخوف والرعب بين أوساط المواطنين بهدف استمراره على سدة الحكم، قام نظام أسمرة في 17 من الشهر الجاري بمحاولة تفتيش والدهم في بلدات مايشغل وأنتوري بحثا عن أفراد الجيش الشعبي الذين لم يلتحقوا بالتدريب العسكري المزعوم. إلا أن تصدي المواطنين بشكل عام وأفراد الجيش الشعبي الرافضين للتدريب العسكري الإجباري بشكل خاص لعناصر النظام اضطرها إلى مغادرة البلدتين دون تحقيق ما جاءت إليه. وفي نبأ ذي صلة قالت مصادرنا من الإقليم الجنوبي بأن تصدي المواطنين لحملة التدريب العسكري الإجبارية التي يجريها النظام انتقلت إلى بلدتي مايديما وسرحة، وذلك حينما تصدى المواطنون لعناصر النظام التي حاولت اقتياد أفراد الجيش الشعبي عنوة إلى معسكرات التدريب، مما أدى ذلك إلى مناوشات مسلحة اضطرت النظام إلى سحب وحداته القمعية فورا. وفي اليوم التالي قامت إدارة البلدتين بمحاولة إقناع أفراد الجيش الشعبي بتسليم أسلحتهم والامتثال للأوامر، إلا أنهم رفضوا طلب الإدارة وتشبثوا بمواقفهم الرافضة لفكرة التسليم أو التدريب العسكري. وفي محاولة من النظام لقمع مظاهر الحراك الشعبي في البلدتين، قام في 21 من الشهر الجاري بمداهمة البلدتين في أوقات متأخرة من الليل، والتحمت القوى المداهمة بأفراد الجيش الشعبي الذين تصدوا لها بحزم وقوة. وأثناء إطلاق النيران التي أكدت مصادرنا بأنها كانت كثيفة واستمرت لساعات طويلة، قتلت إحدى الأمهات ونزحت أعداد كبيرة من سكان البلدتين إلى المناطق المجاورة. وقالت مصادرنا بأن الحراك الشعبي المناهض لسياسات النظام الذي بدأ يأخذ شكل الرفض المسلح وانتشاره بسرعة في مختلف بقاع الوطن أصبح يشكل هاجسا يؤرق مضاجع النظام الذي بدأ ينتابه الخوف من تطوره إلى مقاومة منظمة. من ناحية أخرى قالت مصادرنا في مقر وزارة الدفاع الإريترية بمنطقة بلزة أن الرفض الشعبي للتدريب العسكري القسري التحم بوحدات قوات الدفاع الإريترية التي بدأ أفرادها يطالبون قادتهم بتفسير واضح حول أهمية عسكرة آبائهم تاركين أسرهم دون عائل أو معيل، ولأن استفساراتهم لم تجد أجوبة مقنعة من قبل قادتهم الذين تؤكد المصادر تعاطفهم مع مطالب أفراد وحداتهم الشرعية، بدأ الجنود يلجؤون إلى الهروب من وحداتهم والعودة إلى مناطقهم بشكل فردي وجماعي. ونتيجة لذلك فقد أصبحت قضية التأهيل والهروب الكبير من الوحدات العسكرية من أحلك القضايا التي تكتز بها تقارير وملفات وزارة الدفاع الإريترية. وأوضحت المصادر أن مظاهر المقاومة الداخلية والحراك الشعبي المتنامي أصبحا يشكلان هاجسا يؤرق أركان النظام في الوقت الراهن، خاصة الحراك الذي تشهده البلاد بين أفراد قوات الدفاع الإريترية والجيش الشعبي، والذي سيسهم في الإسراع بإحداث التغيير المطلوب في أقرب الآجال. نهاية النشر. صوت المنتدى. إلى هنا مستمعي الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية ساعة هذا اليوم. حتى جديد اللقاء بمشيئة الله، كونوا بخير وفي أمان الله.